تحذير 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 يا شباب. تعالوا يا شباب اسمعوا الكلام ده. اي زول عايز يفتح حساب بنك جديد او عايز يفتح حساب في بنك الخرطوم عن طريق الاونلاين يجي يسمع الكلام ده يا شباب. في غش في الكلام ده. اول حاجه تطبيق بنكك او حساب بنك الخرطوم ده بيفتح عن طريق الاونلاين الا بطريقه واحده. عن طريق شنو؟ التطبيق ذاته، تطبيق بنكك. بتخش تنزل تطبيق بنكك من متجر جوجل بلاي، بتنزله. بعد ما تنزله بتخش الواجهه، بتجيك الواجهه دي، بتدوس شنو؟ تسجيل حساب جديد، بتظهر لك الواجهه دي، بتدوس على العربي، بعد ذاك بتجيب لك البيانات بتملاها وبيديك الرساله دي تم فتح حساب بنكك او تم حساب بنك الخرطوم بنجاح. تمام؟ دي الخطوه الاولى، دي عن طريق شنو؟ الاونلاين. طبعا دي الطريقه الصحيحه عن طريق شنو؟ جواز السفر. والجواز لازم يكون شنو؟ ساري المفعول. يعني جوازك لو ما ساري المفعول ما حيفتح معك التطبيق او ما حيفتح معك الحساب عن طريق الاونلاين. اما يجي زول يقول لك انا بفتح لك بالرقم الوطني او بالبطاقه القوميه، الكلام ده كذب يا جماعه. هو صار في موقع بيفتح لكن شنو؟ بتقدم وبيديك شنو؟ لما تقدم وتملى الاستماره بديك تم تسليم الاستماره وسنرد عليك لاحقا. يعني يا شباب ما بردوا لك نهائي، يعني بدوك شهر شهرين وما بتجيك اي رساله، بتجيك الرساله دي وتاني ما بردوا لك نهائي. دي الرساله اللي بتجيك بعد تقدم عن طريق الرقم الوطني بالموقع الرسمي بتاع بنك الخرطوم. لكن يا شباب انت عندك بطاقه قوميه او رقم وطني، بتمشي بتشيل مستندك ده بتخش البنك عديل، بتخش عن طريق البنك او عن طريق نافذه بنك الخرطوم، بتمشي تقدم مستنداتك دي بيفتح لك حساب جديد عن طريق الرقم الوطني او عن طريق البطاقه القوميه. لكن يا شباب حاليا الموقع بتاع تقديم الرقم الوطني او بالبطاقه القوميه ده يا شباب هو شغال، لكن بتقدم وبديك تم تسليم الاستماره وما بردوا لك، بدوك شهرين، شهر، اسبوع، لهسه ما بتجيك رد. احنا عندنا اخونا شهرين ما جاو رد. فعشان كده يا شباب احذروا النصب. في واحدين شايفهم في الميديا بتخشوا ناس الفيس يا جماعه. في ناس بيجوا بيقول لك انا تابع لبنك الخرطوم او انا موظف في بنك الخرطوم. الكلام ده كذب يا جماعه، ما في كلام زي ده. ما في زول تابع لبنك الخرطوم بيقدر يفتح لك حساب الا عن طريق البنك مباشر او عن طريق الاونلاين زي ما شرحت لكم عن طريق التطبيق. تخش التطبيق بتفتح، لكن ما يجي زول يقول لك انا تابع لبنك الخرطوم او انا موظف في بنك الخرطوم. حتى لو في زول او حتى لو في ابو ذات في بنك الخرطوم ما حيقدر يفتح لك حساب بنكك. يعني هو يقول لك في اتجاه او يقول لك رسل بياناتك عن طريق الواتساب، ترسل له بياناتك ويقول لك رسل لي الرسوم بتاعت التنشيط. ده الهكر يا شباب، ده الناس هكر. بعد شويه يقول يشيل منك القروش دي ويهكر واتسابك ويرسل لاصحابك اقربائك يقول لهم حول لي قروش وكده وكده. الكلام ده خش يا شباب. ده كلهم ناس شنو؟ نصابين ومحتالين بيحاولوا يحتلوا على الناس او ينصبوا لهم بالطريقه دي يا شباب. فما تقعوا في الفخ ده. اي زول يا شباب وصل لحد هنا يعمل لايك، اعمل اشترك في القناه دي جديده يا شباب. اشتركوا في القناه، اعملوا لايك متابعه عشان يصير لكم الجديد. فيا شباب دي نصيحتي لكم. ما في زول يدي بياناته لزول، وما في زول يقول لك انا تابع لبنك الخرطوم بيفتح لك حساب عن طريق الرقم الوطني او عن طريق البطاقه القوميه. الكلام ده ما في يا شباب. الكلام ده يفتح عن طريق الجواز السفر، والجواز يكون ساري المفعول، ولازم يكون انت ذاتك سيد الجواز لازم تكون حاطط بيشيلوا منك فيديو مباشر. والكلام ده بتعمله انت بطريقتك او بتشوف زول يعني عنده خبره بالحاجه دي يقدم لك وانت تكون قاعد معه وبتستلم حسابك جديد وبتجيب لك الرساله دي. ما في زول يقول لك انا افتح لك، يعني تلقى زول بيقول لك انا في منطقه او انت في محل تاني يرسل لك او يرسل الناس اللي بينشروا بيقول لك في الفيس بينشروا بوست يقول لك انا تابع لبنك الخرطوم او انا موظف او كده. احذر يا شباب، ده نصب واحتيال. لازم تتجنبوا الاتجاه ده شباب. زي ما عودناكم طبعا نهايه الحلقه ما تنسوا اللايك والشير والمتابعه. نتلاقى في الحلقه الجايه. انتم في امان الله.